اخواتي. طبعا النهارده ماتش صعب صعب صعب. عارف كده كده الزمالك مش هياخد دوري، ولا طبعا الماتش ده ممكن يسهل لنا حاجه في افريقيا. في غيابات ياما عند الزمالك طبعا، اكتر من غيابات الاهلي بكتير. غيابات الاهلي طبعا مش مؤثره خالص، مش مؤثره ليه بقى؟ تعالى اقول لك. انا طبعا عندي لما يجيب قفشه، هو ده اكتر واحد مؤثر عندهم. انما الباقي، مين الباقي؟ عندك عمر الساعي، بس ده الوحيد اللي معروف فيهم. وعندك يحيى عطية الله، ده مش مؤثرين في اي حاجه. تعال انت بقى بص الجانب التاني. ايه الجانب التاني بقى يا معلم؟ الجانب التاني عندك اللي انت عندك اهم واحد موجود دلوقتي، عندك هداف الزمالك ناصر منسي. ناصر منسي ده كان الامل كان الامل اللي بنعتمد عليه. بص، وصل بين الحل اللي احنا بنعتمد على ناصر منسي في ماتشات الاهلي. الجزيري مش شايف قدامنا، مبقاش لعيب محترف دلوقتي. بص بقى للجانب التاني. الجانب التاني عندك فايقين، عندك بن شرقي، امام عاشور، جراد الشور، وسام ابو علي. كل ده في خط القدام، كل ده انت عندك مين بقى؟ انا مش معترف بحاجه اللي احنا نلعب قدام الاهلي بنلعب بثلاثه دفاع زي الماتش اللي فات. الثلاثه الدفاع ده يا معلم، لما لعب بصلاح مصدق ولعب بالونش ولعب جنب منه حسام عبد المجيد، انت نازل تدافع ولا نازل تكسب؟ فاهم؟ هم على الورق اجمد منك، بس انت لما لعبت الماتش اللي فات انت لعبت ماتش كويس. والماتش كويس ده انت كنت ممكن تأدي فيه بطريقه كويسه، كنت ممكن تكسب اصلا. عندك نص ملعب والله يشيلك، والله يشيلك. ابعد دونجا ده اصلا عن الكلام. لما انت تحط مثلا نص ملعب ده، كده كده انت محمود جاد عندك بقى مش هو ده، مش عارف جاي يلعب ماتشين. هتلعب مثلا رايح الونش شويه، هتلاعب مثلا صلاح مصدق، هتروح جاي لاعب بعد ما تلعب صلاح مصدق هتلاعب جاي منه حسام عبد المجيد، هتلاعب هنا يا معلم عمر جابر، هتلاعب هنا بنتايج. دي الخطه بتاعتي. هتوقف طبعا عواد، هتروح جاي لاعب مين في دايرة النص؟ دايرة النص انا هقول لك كلها على بعضيها طبعا، مش هقول لك بقى العشرة ولا الثمانية. هتلاعب عبد الله السعيد، وهتروح جاي منزل الولا محمد شحاتة طبعا عشان لازم ينزل يدافع وكده. وغصب عنك غصب عنك غصب عنك لازم تلعب ناصر ماهر، مع انه مش فايق دلوقتي، بس انت لازم تلعب ناصر ماهر. ليه بقى ناصر ماهر؟ ناصر ماهر بيعرف يمسك الكورة، ما في عادي لعيب على لعيب. على الاقل على الاقل مثلا الماتش مش هيفلت منك. انما دونجا ده مستحيل، خلاص ما ينفعش يلعب في الماتش، بدأ بيفلت اعصاب تفلت، بيشوف امام عاشور اعصاب تفلت. بص العب بقى الخط اللي قدام. الخط اللي قدام يا معلم، انت عندك طبعا هنا زيزو، عندك شلبي طبعا مستبعدينه، عندك طبعا سيف الجزيري. سيف الجزيري ده بقى انت ممكن تروح جاي لاعب بزيزو وسيف الجزيري الاثنين فيرود، وجو زود واحد في نص الملعب اللي هو مين؟ اللي هو يا دونجا يا سيف جعفر. شيكابالا طبعا كده كده مش هينفع يبدأ الماتش من اوله، عشان طبعا شيكابالا بيلعب دقيقة ولا دقيقتين